السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في قناة كوزين زمان جبت لكم وصفة تاع خبز الكوشة. يعني هاد الوصفة راح تجي اقتصادية وسهلة، ما فيها ني بيض ني زبدة ني والو، وراح يجي خبز يعني الشهي. راح ديروه في رمضان ان شاء الله. اول حاجة هنا نحتاجو، انا هنا درت رطل يعني 500 غرام فارينة، ودرت مغرفة ملح، يعني الملح على حسب الذوق هنايا، ودرت مغرفة سكر، يعني مغرفة كبيرة ملح ومغرفة كبيرة سكر، واللي يحب ينقص شوية الملح ينقص. درت مغرفة كبيرة هنا خميرة تاع الخبز هكدايا. ومن بعد تيك نروحو نجيبو الماء. هنا درت شويه زيت، درت هنا مغرف برك زيت، ما حش نكتر الزيت. قلت لكم ما يجيني بالبيض ني بالحليب ني والو، ويجي خفيف بزاف وبنين. نديرو هنايا السانوج، درت هنا السانوج، درت حبه حلاوه، ودرت شويه زعتر، درت له يعني قلت لكم بالاعشاب هذا الخبز. والزعتر درت له شويه زعتر، ودرت له هذيك يا البذور الشيا، يعني هنا اختياري كيما تحبوا. انا درت يعني الاعشاب وهاد البذور، وانتم واش تحبوا. اللي ما يحبش البذور ما يديرش الاعشاب وما يديرش البذور، ماشي لازم. هكذايا ندير له كامل هذوك الاعشاب. من بعد نديرو هذوما بذور الشيا، يعني كاين اللي يعرف بذور الشيا، اللي ما يعرفش بذور الشيا يعني راح يلقاهم عند العشابين. عنده طعم بنين في الخبز هذا بذور الشيا. نجيبو هنا ماء يعني دافي، يكون شويه سخون يعني وماشي بارد، خاطر انا فصل الشتاء لازم نديروه شويه سخون، ما نديروش دافي رايح للبروده. وإلا كنا فصل الصيف نديرو شويه دافي، يعني باش تمتم تخمر ليه الخميره. نعجنو هكايا، مانيش نعجن، نطمو برك كيما كنت تشوفوا هنايا راني نطم برك. وهنا راح نجريه شويه، يعني ماشي بزاف، نجروه شويه كي يخمر لنا راح يشد روحه. هكا راني نطم فيه برك، نطم كامل هذيك الفارينه. يعني راهو يبان هنايا شويه جاري، يعني نخلوه هكايا باش يجينا هاد الخبز خفيف، من يبسوش من الاول هكذايا. نجو نحطوه نغطيوه ونخلوه يخمر مدة 10 دقائق على حساب الخميرة، يعني على حساب الحرارة تاع المطبخ. هاوليك هنايا ارتاح لي وراو خمر لي شوية هكا. هنا واش ندير، نجو نحطوه في طاولة العمل، وندلكوه غير بالعقل حتى ينطم معانا ويشد معانا العجينة. انا ما حنزيدلو ني فرينة ني والو، الا كان نزيدلو الفرينة يلبس ليه. يعني درت له راني ندير له غير هكا حتى ينطم، وندلكو واحد 10 دقائق هكا كي يعني ندلكو باش ينطم، هذا ما كانوا العجينات تمسك روحها. نجيب البلاطو راح ندير فيه هاد الخبز. هنايا عندي بلاطو مدور، وراح ندير في بلاطو تاع الكوشه يعني مربع عادي. انا حبيت نديرو مدور. نجي ندهن البلاطو تاعي بالزيت هكا باش ما يلصقليش، ندهنه كامل بالزيت. يعني قلت لكم سهل واقتصادي، يعني ما فيهش زبدة ما فيهش البيض ما فيهش، ويجي خفيف وبنين كلي فيه كاع هذوك المكونات. هو واش اللي يزيد يبننو هذوك الاعشاب. نديرو هنا شويه فرينه باش ما يلصقناش. هذيك العجينه راهي شويه كبيره، نقسموها على زوج، يعني هنا حيدير لي خبزه كبيره وخبزه صغيره. هاد الخبز يجي وحده ينتكل مع الشوربة، يعني لرمضان إن شاء الله، يعني يجي بنين مع الشوربة هاد الخبز. وتقدروا ديروه يعني مربع، أنا برك حبيت نديرو هكا دائرة، نقدروا نديروه في المول تاع الكوشة مربع ديريكت ونقطعوه مربعات. نحطوه هكا في طاولة العمل ونجيبو الحلة، نساعد نفسي نحلو ونعاود نديرو في البلاطو. ان شاء الله تجربوا هذا الخبز، يعني كما كنت تشوفوا قلت لكم اقتصادي. جربوه ويعجبكم، وما تنسوش جام وابوني للقناة باش يلحقكم جديد ان شاء الله. هكا نحلو مليح رقيق، ماشي رقيق رقيق وماشي خشين، يعني باش ما يقعدليش معجن من الداخل كي يتنفخ.
يتحل هكا واحد 2 سنتيمتر ولا 1.5 سنتيمتر، محش نخليه خشين وما نرققوهش بزاف. نحلو هكا مليح في الجوانب. نجيب العجينة الأخرى، نجيب بلاطو، هاي ليك العجينة الأخرى درتها يعني في بلاطو تاع كوشة، تاني درتها دائرة هكايا، نحلها هكا شوية ونخليهم بين زوج يزيدوا يخمروا واحد 10 دقائق، يعني يخمروا لي مليح. في هذه المرحلة الثانية نخلوه يخمر مليح. هاوليك هنايا الخبز، عفوا الخبز تاعي قمر لي. نجيب صفار بيضاء مع الحليب، يعني دايما انايا كي نحب ندهن من الفوق ندير صفار بيضاء مع شويه حليب هكذايا وندهن مليح. هذاك الحليب نديروه مع البيض باش يطري لي الوجه الفوقاني ما يقعدليش يابس، والصفار بيضاء باش تحمر لي. بعد ما طيبته، هنا طيبته في الكوشة يعني 200 درجة، حطيته في الوسط، ومن بعد تيك كي طاب لي من تحت شعلته من الفوق هكذايا. نروح نحيه، يتنحى لي يعني بسهولة، نحطوه ونبداو نقطعوه في الخبز تاعنا. هاوليك شوفوا هنايا يعني كيفاش حمار من الفوق ويعني خمر. دوك نحلو معاكم باش تشوفوا الخبز تاعنا من الداخل كيفاش يجي مقطن من الداخل، ويجي بزاف بنين هذا الخبز تاع الاعشاب والبودر. هاوليك هنايا شوفوا كيفاش طاب لي من التحت، وشوفوا من الفوق، وشوفوا من الداخل كيفاش جا، يعني ما هو معجن ما والو. يعني وصفة تستحق التجربة. شوفوا هنايا نطبعوا يعني يعاود يولي لبلاصتو، نعرفوا بلي الخبز تاعنا راهو خامر مليح ويعني ناجح 100%. ان شاء الله تجربوا هذا الخبز وينجح معاكم تاني نتوما في شهر رمضان ان شاء الله. نزيدو نجيبوا الخبزة الثانية، يعني شوفوا الخبزة الثانية كيفاش حمارت لي. انا بالعاني حمرتها مليح، كاين اللي يحب الخبز الصفر وكاين اللي يحبو حمر بزاف. انا هنا خبزه درتها شويه صفرا وهنا درت شويه حمرا، يعني كل واحد وش يحب. اشوفوا هنايا كاش طاب لي من التحت وشوفوا كاش طاب لي من الفوق. وهنا الخميره وهنا لهاد الخبزه كانت خمرت لي مليح خير من الخبزه الاولى. يعني قلت لكم في المرحله الثانيه خلوه يخمر مليح راح يجيكم احسن. شوفوا يعني كي راني نقطع كيفاش الوجه تاعو طري، شوفوا هنايا كيفاش جا، يعني هاي الصورة توضح نفسها. ان شاء الله تجربوا هذا الخبز ان شاء الله، وش نقول لكم في فيديوهات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.